تشهير، تزوير اتهام، تزييف فضايح للمشاهير، كل دي حاجات اتسبب فيها الاي اي في اخر 3 سنين بس. الاي اي اتحول من اداة لمساعدة العلماء في عمل عمليات حسابية لتقريبا اشهر تطور تقني في اخر كام سنة. في فترة الخمسينات لحد السبعينات في بداية ظهور الكمبيوتر في جهود كبيرة من العلماء انهم يخلوا الكمبيوتر يفكر زي الانسان او بشكل قريب ليه، بحيث يقدر يعمل عمليات حسابيه معقده بشكل اسرع وبشكل افضل. سنه 1970 عالم الكمبيوتر مارفن مينسكي قال لمجله لايف من 3 ل 8 سنين هيكون عندنا آلة عندها نفس ذكاء الانسان العادي. بعدها زاد التمويل في مجال الذكاء الاصطناعي لدرجه انه وصل في مشروع كمبيوتر الجيل الخامس او 5th جنريشن كمبيوتر ل 400 مليون دولار. المهم ده مش موضوعنا، نرجع للحاضر 2024. ادوات لا تعد ولا تحصى للذكاء الاصطناعي، شات جي بي تي 3 و4 و4 او بكل انواعه، جوجل بارد المنافس الاول ليه، ميد جورني، دال اي 3، شات سونيك، كتير جدا من الانواع في اغلب المجالات. تقدر دلوقتي تعمل حاجات من اول كود لبرنامج لحد عمل فني معاصر، بس الناس كانت على موعد مع انفجار جديد في عالم التقنية. في يناير 2024 انتشر على الانترنت بشكل كبير صور مزيفة للمغنية الامريكية تايلور سويفت. في تقرير من 404 ميديا الصور انتشرت بشكل كبير على موقع 4chan وعلى جروبات تليجرام. الصور دي اتعملت بموقع اسمه مايكروسوفت ديزاينر، موقع ذكاء اصطناعي لصناعة الصور مبني على دال اي اللي هو من شركة اوبن اي اي اللي عاملة شات جي بي تي. في الموقع ده المفروض ان الطبيعي لو كتبت اسم مشهور وحاولت تعمل صور مفبركة او كده الموقع ده ما يعملش، بس الناس اكتشفوا اخطاء املائية وثغرات في الموقع بحيث انهم يقدروا يكتبوا اسم المشهور بس بطريقه مشفره شويه. بس الاخطاء دي اتصلحت بعدين في تحديثات بعد كده. بعد القصه دي اصدر قانون يدي الحق لضحايا الديب فيك انهم يرفعوا قضايا على صناع الصور دي وعلى موزعينها بفتره تقادم توصل لحد 10 سنين. برامج صناعه الصور بالذكاء الاصطناعي بتشتغل بطريقه معينه. الطريقه دي هي ان البرنامج بيبدا يتدرب على صور حقيقيه، على ماتيريال كبيره من صور حقيقيه بحيث يقدر يصنع صور جديده. في ديسمبر 2023 تحقيق لمركز ستانفورد للسياسات الالكترونيه كشف ان لاين 5 بي مجموعه بيانات صور استخدمت لتدريب برامج ذكاء اصطناعي زي ستيبل ديفيوجن وميد جورني. التحقيقات كشفت ان لاين 5 بي كان بيتدرب على CSAM. ايه هي CSAM؟ صور اعتداء جنسي على الاطفال. انت سمعت صح. ستانفورد لقوا المحتوى ده باستخدام ادوات زي فوتو DNA المايكروسوفت. في ورقه بحثيه كامله عن الموضوع ده هتلاقوها في الديسكريبشن اللي مهتم. في ابريل 2023 ذا واشنطن بوست نزلت تقرير عن حادثه حصلت مع استاذ قانون في جامعه جورج واشنطن اسمه جوناثان تيرلي. زميله في الجامعه عمل تجربه وهي انه يأمر شات جي بي تي انه يعمل ليست باساتذه القانون المتهمين بالتحرش الجنسي، والمفاجأة انه لقى اسم تيرلي في الليست. والمفاجأة برضو ان شات جي بي تي كان بيبرر الكلام ده بمقالة من الواشنطن بوست. المشكلة هنا بقى ان المقالة دي مش موجودة اصلا ولا الاتهام موجود، والحادثة دي مش الوحيدة من نوعها. في شهر يونيو 2023 مذيع في راديو جورجيا اسمه مارك وولترز قاضى اوبن اي اي بتهمة التشهير، ولما مراسل طلب من شات جي بي تي لخص قضية ملهاش علاقة بالموضوع شات جي بي تي اتهمه بالاختلاس من مؤسسة اسمها مؤسسة التعديل الثاني في مايو 2023. الاحداث دي معظمها كان في اخر سنتين بس. في بوست نزل على موقع ريديت اتشهر جدا وهو سكرين شوت لايميل من استاذ في جامعه A&M كوميرس اسمه دكتور جاريد مام. كان على وشك ان هو يسقط كل الطلاب اللي كانوا موجودين في صف عنده لانه كان مفكر انهم بيستخدموا شات جي تي بي. انت سمعتها صح، هو قال كده حرفيا، قال شات جي تي بي. كانوا بيفكر انهم بيستخدموه في كتابه اوراق الفاينلز والعمل الاساينمنتس والواجبات بتاعتهم، وقال انه بيعرض اخر 3 اساينمنتس لكل طالب من دول على الموقع في مرتين مختلفتين. لو في المرتين عرف ان شات جي بي تي هو اللي كاتب الاساينمنتس دي بيسقط الطالب وبيديه 0 في الماده. المشكله في الموضوع ان شات جي بي تي ما يقدرش اصلا يعرف هل الكلام ده مكتوب باستخدام شات جي بي تي ولا لا. بس في متحدث رسمي طلع من الجامعه وقال ان مفيش حد من الطلاب سقط، بس في طالب اعترف ان هو استخدم شات جي بي تي. انا مش متخيل الطالب ده يعني، بس هو تقريبا عملها عند في المدرس. احنا بنستخدم شات جي بي تي. يا عم احنا بنستخدم شات جي بي تي. يلا. الذكاء الاصطناعي يعتبر من اكتر الحاجات اللي اتطورت في مجال التقنيه في اخر 10 سنين، والغرض من الفيديو اكيد مش ان اوضح قد ايه الذكاء الاصطناعي خطير وانه وحش وما ينفعش نستخدمه. لا يا ولاد. لا اكيد لا مش هتعملوا كده فيا يا ولاد.
فبدل ما تخاف من مستقبل الذكاء الاصطناعي انه يستبدل وظائف معينه، ركز اكتر ازاي تستفيد منه في الوظائف دي. استخدم انت الذكاء الاصطناعي، ما تخلوش يستبدلك. استخدم كل منافعه لصالحك انت، اتحكم انت فيه مش هو اللي هيتحكم في وظيفتك. وكده الفيديو يكون خلص. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم طبعا تشتركوا في القناه، اعمل لايك على الفيديو لو عجبك عشان بيفرق جدا، وعملت لينك باتريون هتلاقوه تحت في الديسكريبشن لو انت عايز تدعم المحتوى ماديا وتشوف حاجات من ورا الكواليس وحاجات على المونتاج، هتقدر تخش على اللينك ده. واشوفكم الفيديو الجاي وسلام.